المسلمين. قالوا لنا وشو بيت المسلمين؟ أول مرة يسمعون بالكلام هذا. قالوا وشو بيت مال المسلمين؟ قالوا وشو بيت مال المسلمين؟ قالوا هذا مال يؤخذ من الأغنياء ويعطى للفقراء. كلهم فقراء، فرحوا كلهم فقراء، ما فيهم غني ولا فيهم. الحاصل يا طويل العمر، في شاعر عندنا قال له عبيد الله، وفي قرية قال لها ابن والد. فالشاعر هذول الحكماء يعني يعرفون الابعاد ويعرفون التحليلات ويعرفون. فجاء عبيد الله هذا في المعراض. هذا من العباد. اي من العباد ليه؟ ايوه. فالشاعر هذا يعرف ان المساله كلها اعلام. فقال في المعراض في ابن والبه، قال يا قبيله من جاء في بني والبه الحذر يا الذي فشوارنا بيت مالي، باح ذاك الحليب الصافي الشيخ بي، باح ترزاق غامد في تني والبه من كذا لا هلم حطوا له بيت مالي. قلتها واسكتوا لا يدري الشيخ بي. ما ذل المغرب الا والخبر عند القائد التركي. استنفر القائد، قال هذه حرض القبائل على العصيان، جيبوه. وراحوا جابوه وشاعوا بين الناس انهم حكموا عليه بالاعدام. والله هجت قبائل غامد والزهران كلهم يتحامون في الناس العظم هذول. فالمهم قاموا وراحوا لمحمد بن عبد العزيز ودخلوا عند التركي، وهذا قال لا هذا يحرض القبائل. المهم من هنا قالوا خلاص احنا ما بنعدمه، لكن له عندنا علاج اخر غير القتل. عقاب إيه. وش هو العلاج؟ خلوه عندهم عدة ايام وجو ودخلوا طال عمرك على البيت، طلعوا الحلال وولعوا في القصيل والعلف. البيت 3 أو 4 أدوار بيت، ولعوا فيه نهار أحد. يستعرف السوق قريب من البيت هذا. يوم شافوا النيران في البيت جوك غطوا الناس بضايعهم وجوك فزاعة. يوم جو إلى الجيش مطوق مع الجهرة والدنيا والقرية مطوقة، قالوا يلا ارجعوا. رجعت الناس معنا. البيت تهايل في بعد ما احترق البيت وطاح في الأرض أطلقوا سراح الرجال. شوف عشان يقهرون. شوف يا أخي الله المستعان. أطلقوا سراحه. يوم جاء إلى البيت محروق. حد إيش أهله فينهم؟ جو الناس قالوا نبشرك أهلك بخير واطمئن وتعال، وجابوه وجلس الرجال. المهم فجاء بن ثامر سمع الكلام هذا وتأسف على يقول يا عبيد الله تراني عاهدك بالله إلهنا يا الكبير الصابه الكبرى الذي في كل خصم ينشب مثل بحر ما يحفل ما يزوعه من عبادلي، أغرق البابور ولا انشغرقه وانحاق بايل. يا عبيد الله تراني عاهدك بالله إلهنا لو درينا أن القرايا كلها تسلم وبيتك ينشب لنرتب في القصى قيس الظفيري والعبادلي نحتمي في شاعر القيفين لا بارو قبايل. الله المستعان. الله المستعان.